السلام عليكم. النهارده نتكلم ان شاء الله ازاي تعمل جدول مذاكره يوفر لك الوقت والجهد ويخليك تجيب اعلى درجه نهائيه. بس قبل ما تتكلم عن الموضوع ده، شوف الفيديو اللي احنا عاملينه بتاع ازاي تراجع وازاي افضل طرق المراجعه عشان تفهم الفيديو ده. تعالوا معانا ونشوف هنعمل ايه. اهلا وسهلا بكم في المدرسه في البيت. تابعونا على اليوتيوب، على فيديوهاتنا سبسكرايب، وتابعونا على الفيسبوك لايك عشان نعرف نتواصل مع بعض. ده هو شعارنا على الفيسبوك وعلى اليوتيوب. يا رب كلنا نستفاد ويا رب القناه تعجبكم. السلام عليكم. دلوقتي هنطبق الطريقه اللي احنا قلنا عليها، بس قبل ما نطبق الطريقه اللي احنا قلنا عليها لازم كمان مره بعيد تشوف الفيديو اللي احنا عاملينه عن طريقه المراجعه وازاي تراجع، لان دي طريقه تنفيذيه للحاجات اللي احنا قلنا عليها في المراجعه. تمام. لو شفت الفيديو اللي احنا قلنا عليه في طريقه المراجعه هتعرف اللي احنا عملنا عده خطوات، من ضمنها ومن اهمها تحديد نقاط الضعف والقوه، وكمان تحديد انت عايز ايه. يعني انت عايز تطلع الاول على المدرسه او الثاني او العاشر او تجيب درجه نهائيه او عاوز تنجح، وعلى اساس ده هنبدا نحط الجدول بتاعنا. الجدول بتاعنا اللي احنا هنقوله دلوقتي مختلف تماما عن اي جدول شفته قبل كده. الجدول بتاعنا بيعتمد على الدقائق او الساعات، يعني على اقصى حاجه، بس احنا فعلا بيعتمد على الدقائق. اليوم فيه 24 ساعه. طبعا اليوم فيه 24 ساعه. لو انت مثلا واحد عايز يطلع اول على المدرسه، اكيد هتنام باقصى حاجه ليك 6 ساعات. تمام. لو انت مثلا مش فارقه معاك وعايز تنجح ممكن تنام 8 ساعات. وبهكذا، يعني مثلا 8 ساعات 6 ساعات من 24 ساعه، طلع منهم كمان مثلا الاكل والشرب ودخول الحمام والنوم، قول 10 ساعات، هيبقى معاك 14 ساعه في اليوم. ال 14 ساعه في اليوم دولت هم وقت المذاكره في اليوم. 14 ساعه من 24 ساعه. لو انت عايز تطلع الاول على المدرسه مثلا، لو انت مثلا مش فارقه معاك وعايز تطلع في تنجح، بس ممكن نخلي عدد المذاكرات او 5 ساعات في اليوم. لو انت عايز تجيب درجه كويس، لو انت عايز تنجح ما برضه ممكن بحسب الوقت اللي انت عايزه تجيب تعمل عدد الساعات بتاعتك. بس الميزه في الجدول ده المهمه جدا اللي احنا بنستغل كل الوقت اللي موجود عندنا في اليوم. طيب دلوقتي انا واحد تمام مثلا في اي سنه دراسيه مهما كانت، ايه المواد اللي انا ضعيف فيها وايه المواد اللي انا قوي فيها وايه الحاجات اللي انا عايز اعملها وايه المراجعه وطريقتها. ده برضو زي ما قلنا في الفيديو اللي فات. طيب انا دلوقتي حددت انا مثلا في سنه رابعه ابتدائي مثلا، او في اي سنه، اولى اعدادي، اولى ثانوي، ثالثه ثانوي، اولى كليه، اي سنه مهما كانت، حددت الحاجات اللي انا ضعيف فيها. هبدا احدد اليوم. احنا عندنا كام يوم في الاسبوع؟ عندنا 7 ايام في الاسبوع. هبدا احدد جدولي اليومي من اليوم واحده بواحده. يعني ايه؟ يعني دلوقتي انا السبت، تمام، انا السبت مثلا ما بروحش في المدرسه، ما بروحش في المدرسه. بصحى الساعه كام؟ بصحى الساعه 8 الصبح. 8 الصبح باخد فطار من 8 ل 9، يبقى تمام. وعندي من 9 الى 10 مثلا، او من 9 ل 11 في درس. برجع البيت الساعه 11 ونص. تمام. برجع 11 ونص البيت. قول مثلا باخد لي نص ساعه راحه. انا بقول لك لا، خد ساعه ونص نوم. ساعه ونص نوم من 11 ونص، يبقى هنبدا المذاكره الساعه 1. تمام. من 1 الى كام بقى؟ انا دلوقتي عايز اراجع مثلا ماده، انا مثلا في رابعه ابتدائي عايز اراجع مثلا انا ضعيف في الحساب، في درس مثلا ايا يكن، مثلا درس مثلا النسبه مثلا، او ما اعرفش حساب بياخد عندهم في رابعه ابتدائي الاحتواء مثلا، المعامل المشترك الاصغر والمعامل المشترك الاكبر مثلا. يعني من الساعه 1 للساعه 2 ونص هذاكر الدرس بتاع العامل المشترك الاكبر، واخد جدول واخد نقطه. طبعا في حاجه مهمه جدا لازم تفهمها في الجدول ده، انك استحاله تنفذ اي حاجه الا لما يكون معاك المعلومات والداتا وكل حاجه. يعني معاك الورق، معاك كل حاجه، انت بس بتراجع. يعني معاك الورق بتاع المدرس بتاع الشرح،
ومعاك الجدول ومعاك الكتاب، انت بتبدا تنفذ. يعني قبل ما تعمل الجدول، طريقتنا في عمل الجدول لازم يكون معاك كل المعلومات، كل المعلومات اللي تخص المواد اللي عندك عشان تبدا تذاكر وانت مستريح. تمام. انا دلوقتي من الساعه 1 ل 2 ونص ذاكرت العامل المشترك الاكبر. تمام. هاخد لي من هنا نص ساعه راحه، وهبدا من 3 لحد مثلا انا دلوقتي ذاكرت رياضه. طيب انا عايز ايه تاني؟ ايه المواد اللي عندي اللي انا مش فاهمها تاني؟ الانجليزي مثلا لغايه 4 ولغايه 5 مثلا، ساعتين اهمت. عندي مثلا يونت 1 مش فاهمها، فانا هراجع على يونت 1. تمام. ايه تاني بقى مش فاهمه او مش عارفه؟ هتبدا من الساعه 5، خد كمان نص ساعه راحه، هتبقى من 6 ونص لحد 8 هذاكر. ايه تاني الحاجه اللي انا مش عارفها؟ طبعا قبل ما تشتغل او زي ما قلنا تاني بعيدها كمان مره، بتبقى عارف الحاجات اللي انت ضعيف فيها، بتطبق طريقه المراجعه اللي قلنا عليها، ما بتمشيش سبهلله كده. تمام. فانا بقول كمان مره شوف الفيديو بتاع المراجعات اللي قلنا عليها، عشان بتحدد من خلالها ايه الحاجات اللي انت ضعيف فيها وايه الحاجات اللي انت قوي فيها، والضعيف فيها بتركز عليها. ذاكرت مثلا يونت 1 تمام من 6 ونص لحد 8. عندي ايه انا دلوقتي ذاكرت؟ انا ضعيف في الدرس ده، ويونت 1 مش مركز فيه. عندي مثلا درس في الدراسات في التاريخ، الوحده الاولى، يبقى تاريخ الوحده الاولى هراجع عليها. تمام. دلوقتي انت ذاكرت من الساعه 1 للساعه 8، ده للناس المتوسطه او الناس اللي عايزه تجيب درجه كويسه. طب انا عاوز اطلع الاول على المدرسه، لا، تسهر كمان شويه. يبقى مثلا تاخد نص ساعه راحه، ونص ساعه راحه دي تاكل فيها، تشرب فيها، تريح جسمك فيها، ويبتدي تذاكر تاني من 8 ونص لحد 10. نشوف كمان ماده عندنا بس تبقى ماده خفيفه. انا دلوقتي مذاكر مثلا عامل المشترك الاكبر والوحده الاولى والوحده الثانيه بقى، وممتاز انا مثلا في العربي او في الدراسات او في المواد الباقيه وشاطر جدا. اخد لي امتحان سريع قبل ما انام يحدد مستوايا واشوف مستوايا في بقيه المواد ايه، عشان خاطر ايه؟ اتاكد ان انا شغال على ارض صلبه. مثلا امتحان ايه مثلا؟ ايه المواد اللي انا ضعيف فيها؟ حساب، انجليزي، تاريخ، مثلا امتحان علوم. شوف كده احنا كنا كام ساعه؟ هنا ساعه ونص، هنا ساعتين، ساعه ونص، ساعه ونص، ساعه ونص وساعه ونص، 3 ساعات، 3 ساعات وساعه ونص، 4 ساعات ونص، 4 ساعات ونص وساعتين، 6 ساعات ونص. ده اليوم لانه بادئ من الساعه 1 ومنتهي معانا الساعه 10، وفي فترات في النص فترات راحه. طيب بدايه مثلا من يوم الاحد، انا محدد مثلا من يوم الاحد اني ضعيف في ماده كذا. مثلا انا دلوقتي ذاكرت العامل المشترك الاكبر ويونت 1 وتاريخ وامتحان علوم ومظبط حالي وزي الفل. يوم الاحد، انا يوم الاحد بروح مثلا في المدرسه، بروح في المدرسه وبرجع مثلا الساعه 10، برجع مثلا الساعه 1، وعندي درس من الساعه 1 للساعه 3، برجع بيتنا الساعه 3. يبقى ترجع بيتكم الساعه 3، تاخد 3 وتاكل فيها مثلا ربع ساعه من 3 لغايه 3 وربع، وتنام لغايه الساعه 4 يا اخي، لغايه الساعه 5. يبقى من 3 ل 5 تاكل شويه وتنام، ونبدا مذاكرتنا من الساعه 5. انا دلوقتي خدت درس في المدرسه ان احنا برضو مش هنهمل الدروس اللي احنا بناخدها اللي احنا لسه ما خلصناش. خدت درس في المدرسه مثلا عربي، مثلا خدت درس عربي، يبقى من 5 لغايه 6 هراكب الدرس اللي انا ذاكرته في المدرسه اللي هو درس العربي، وهاخد لي نص ساعه راحه، وابتدي من 6 ونص لحد 8
انا لا، انا كنت ضعيف مثلا في الدرس الثاني في العلوم، او في الدرس اللي اكتشفت وانا بحل امتحان العلوم اللي انا ايه في درس مش مركز عليه، يبقى هراجع اعمل علوم الدرس اللي انا ما ذاكرتوش او ما ذاكرتش عليه. هبدا من 8 ونص لحد 10. اشوف انا ايه تاني الدرس اللي انا ما فهمتوش. لا ده انا ورايا مثلا حاجه ما عملتهاش في الرياضه مثلا، يبقى الرياضه في درس هندسه ما فهمتوش، هراجع على درس هندسه ده اللي انا ضعيف فيه، وهكذا. هتبدا تطبق الجدول التاني بالطريقه. اول حاجه هتشوف الفيديو اللي احنا قلنا عليه بتاع المراجعه، تشوف النقط الضعف اللي انت فيها، تبدا تكتبها كلها في ورقه، نقط الضعف اللي انت قلت عليها وانت مش عارفها، تبدا تطبقها هنا اهو في الجدول بتاعنا. بس قبل ما تطبقها لازم يكون معاك كل المعلومات والداتا اللي انت محتاجها. تبدا تعمل الجدول زي ما شايفين، اليوم كل يوم تمشي بالساعه، معاك ساعه تشوف انت فاضي امتى، تحدد وقتك كل يوم بالساعه، يوم السبت والحد والاثنين والثلاث والاربع والخميس. تعمل الجدول ده على اساس الداتا اللي معاك، وعلى اساس المواد انت مش فاهمها، وعلى اساس انت خدت ايه في المدرسه. تمام، وصلت للمرحله دي، هيبقى ايه معنى يوم الجمعه؟ يوم الجمعه ده يبقى يوم لذيذ جدا. ليه بقى؟ لان انت يوم الجمعه ما يعني انت في امتحانات، ما فيش حاجه اسمها راحه يعني عموما، انت راجل بتذاكر والراحه دي تاخدها في الاجازه. يوم الجمعه ده هتبدا تشوف ايه الحاجات اللي انت حاططها في الجدول وما نفذتهاش. يعني مثلا انا العامل المشترك الاكبر ده ما حصل عندي ظروف من 1:30 لغايه 2، حصل عندي مشكله مثلا، ابويا تعب، بيت كان مقفول، الكهرباء كانت قاطعه، اي حاجه، اي مشكله حصلت، فما قدرتش اذاكر العامل المشترك الاكبر. فهاجي هنا مثلا دي يوم الجمعه ده الحاجات اللي ما قدرتش اعملها. الحاجات اللي انا ما قدرتش اعملها في الايام الخمسه اللي او الايام السته اللي فاتت ديت هبقى اطبقها معانا يوم الجمعه ان شاء الله. اضمن لكم بحكايه الجدول دي وبالتنظيم اللي احنا مشينا بيه في المراجعه في الجدول انك هتحقق هدفك وتجيب الدرجه اللي انت عايزها مهما كان.